على الاغاني اللي بتتذاع ومنع على نفسه اكتر من غيرهم. بجد؟ اللي مسك المنصب دي. الله، قد ايه كانوا محترمين. لا كانت وقت فنانين. قوي. 3-1 وحنان ماشيه بشكل كويس. والسؤال الخامس من منطقه الاختراعات المصريه. قولي لي ما هو الفرق بين الوصله وحرام الدش؟ انا لسه ما اشتغلتش حراميه. لا، الوصله دي شيء مشتق من الدش. حرامي الدش سارق دش كامل. ما خدش وصله من دش، ممكن بالاتفاق مع كلميني شويه في تكنيك الاختراع، مش يعني الوصله بتعمل ايه وحرام الدش بيعمل ايه؟ عايز اجابه واضحه، يعني الاجابه قلتيها دي قرايه للمصطلحات، ان الوصله واصفه من الدش والحرامي بيسرق من الدش. اوكي، بس ايه بقى؟ يعني عايز البعد الثالث في الاجابه. البعد الثالث كان المفروض والله الواحد يشتغل حرامي قبل البرنامج ده. انا متاكد انك انت ما لجأتيش لحرام الدش. بس يعني ممكن الوصله تكوني جربتيها. ليه؟ انا بستحرمها. بس اوكي تمام. بستحرمها. ده صعب عليك الاجابه يعني؟ لا، تعالى نفكر فيها. حرامي الدش، انت سرقت دش كامل، مش كده؟ الوصله شيء مشتق من يا ساتر. 3-2. ها؟ ليه؟ هي 3-2. ليه؟ لسه ما لحقناش. انا متاكد انك مش هتعرفيها. يعني على التعجيز. اوكي. حرامي الدش عباره عن جهاز، تمام، سداسي الشكل، بيسرق او بيلقط اشاره من دش، تمام، شغال. الفرق بين الوصله وبين حرامي الدش ان حرامي الدش بيجيب لك القناه اللي هي شغاله، يعني اللي جارك هو اللي مشغلها بس. لكن الوصله بيقدم لك مجموعه من القنوات باشتراك. يعني انت لو جارك مثلا اهلاوي، طول اليوم تتفرج على قناه الاهلي، مش هتتفرج على حاجه ثانيه بحرامي الدش. لو جارتك مثلا ست طيبه وكبيره في السن مثلا وغلبانه كده، هتتفرجي طول اليوم على الشيخ سيد حمدي وتفسير الاحلام. فده حرامي الدش. لكن الوصله بمقابل، وفي تكنيك عمل اقوى، السلك اللي بيطلع يعدي كباري والشوارع محيطات لحد ما يوصل لك لحد البيت. لا، ده كان مستحيل اعرفه. فعشان كده 3-2 وداخلين على السؤال السادس ومن منطقتك من السينما. تمام. هعرض لك فيلم او افيش فيلم بمعنى اصح، بس للاسف اسمه مش موجود، وعايز اعرف منك ده فيلم ايه؟ الزوجة الثانية طبعا، صلاح ابو سيف. ده مش اسهل من كده. طبعا. طب مين بقى اللي مؤلف الفيلم ده؟ يعني وده بره المسابقه، انا ما اعرفش على فكره. ده مكتوب صلاح ابو سيف. مش متاكد من المعلومه بس بسالك. لا مش فاكره. لا، وانا برضه مش عارف. عموما 4-2. هو ليه الست المصريه يعني بتعترض على فكره الزوجه الثانيه، في حين ان هي ممكن تغفر للزوج نزوات كتير بره، يعني 7-8، بس يبقى في زوجه ثانيه بتقفش؟ لان الزوجه دخلت في منطقه شرعيه، يعني دخلت في منافس حقيقي. هتظل العشيقه او العلاقه الطياري شيء غير محترم في حياته وشيء يخجل منه. ما تقدرش تبقى منافسه معاها. يعني في الاخر انا الزوجه، في الاخر هيرجع لي الشرعيه ليا انا، الاحترام قدام الناس ليا انا. لكن الثانيه دخلت معاها فعلا في الحقوق بتاعتها وتساوت معاها. 4-2 وحنان مطوع تقترب بشده من ان هي تبقى مصري اصلي، وهنشوف ده مع بعض بس بعد الفاصل. 4-2 والسؤال دلوقتي: من القائل؟ من القاتل؟ كنت مغفل. واحد مغفل. اوكي. السياق ايه؟ كان فين؟ ده ايه، جملة مقصورة دي ولا ايه؟ كنت مغفل. كنت مغفل. ده ايه، القصري ولا؟ لو فكرتك بيها هتتضايق قوي على فكرة. ليه، حد اعرفه؟ لا، علشان يعني شهيرة جدا. طب ما تقول لي جملة. يعني كنت مغفل. كنت مغفل، حصان، غزال، شارد، كنت مغفل. بتدرب والله. كان ايه مش القصري؟ حصان حمار. نجيب الريحاني. لا. اذا 4-3. تمام. مثالي يعني كان ايه، مشهورة يعني. مشهورة صح؟ طبعا اكيد. تمام. 4-3. طيب هو ليه الزوج المصري دايما بيتحاين اي فرصه علشان يشتكي من الجواز، حتى لو كانت الجوازه ناجحه بالمناسبه؟ ليه في طبعه دايما فكره الشكوى من الجواز؟
خلاص بقت عاده بقى، يعني بقت عدوى. يعني اشمعنى هو اللي مش هيشتكي؟ خلاص بقى في اتجاه عام وارد ان هو يشكي لو في مشاكل فعلا، بس يعني الراجل بقى خلاص الجين عنده متسكن عليه صفه ان هو يشتكي من الجواز. خلاص المصري بالذات. اشمعنى هو هي المؤسسه عندنا محتاجه مناقشه شويه. طب ايه المشكله في المؤسسه اللي مخلي الراجل يعني بيزقه في حته الشكوى دي؟ اكيد الظروف الاقتصاديه ليها عامل كبير جدا، وبقى في بقى موروث كل شويه بيتاكد انه حاله شكوى عامه. بس اعتقد ان الظروف الاقتصاديه بقت صعبه قوي حقيقي، يعني مش مديه فرصه ان الواحد يستمتع بالاخر خالص. الظروف الاقتصاديه مش دايما، مش حاسس، بالعكس. يعني اعرف بيوت صفر اقتصاديه اقل بكتير من مستوى المعيشه المطلوب، ولكن هي مستقره. واعرف ستات بتتجوز رجاله ما بيشتغلوش تبقى الحياه كمان مستقره لطيفه. هيبقوا بيشتكوا، احنا ما بنتكلمش على يعني مش شايفها دايما حته الظروف الاقتصاديه. انا شايفه انه الشكوى ليها علاقه بالفشل بشكل عام، وليها علاقه بالاعتياد. يعني عادة الشكوى خلاص. اوكي. 4-3 والسؤال الثامن هعمل لك اختبار اصوات. مش مرتاحه انا بقى للثامن ده. لا بالعكس، ده الثامن ده هتسمعي صوتها هتتبسطي قوي. هعمل لك اختبار اصوات، هسمعك مقطع من صوت وتقولي لي مين الشخص اللي بيتكلم. اوكي. ضيفنا اليوم وصف منذ زمن وقبل أن يظهر هذا البرنامج للوجود بأنه شاهد على عصره، كما يقول عنوان الكتاب الذي كتبه عنه الناقد جلال العشري. وقد استطاعت مؤلفاته وبرامجه أن تنفذ إلى كل عقل وقلب، وأن يلتف حولها الصغير والكبير والمتعلم وغير المتعلم والمسلم وغير المسلم. نستضيفه ويستضيفنا. مذيع في الإذاعة وصوت متربيين عليه، مألوف في مصر، يعني المفروض يعني ضايعة مش كده؟ لا مش فرشوشة خالص، ده شتان، ده كل واحد من يعني هو في حتة فرشوشة في حتة تانية خالص. مذيع منه له. طب بلاش صوته، ده قال لك اسم البرنامج وهو بيقدم البرنامج بتاعه. ما انا مش متابعه جيده كده في الصوت. ما كنت تسمعي ايه طيب؟ لا شاهد على العصر مش كده؟ ما انا ما انا سمعته بس انا ما اعرفش مين اللي كان بيعمل شاهد على العصر. اوكي، اذا 4-4 وده كان صوت الاستاذ عمر بطيشه. طب ما اعتذر وامشي. معروف ان رمضان فطرنا سمعنا الفوازير عمر بطيشه على طول بقى 25 سنه. معروفه كده؟ ده هي يعني خلاص يعني 4-4 منه له. انت موقف حرج جدا. انا محرجه. انا محرجه. احنا داخلين على السؤال الاخير، وحتى لو جاوبتيه صح هتبقي واخده 5 من 9. واحنا كنا عايزين نكسر فكره ان يبقى اصلي، احنا مش قادرين يعني. هي دي تاخد 5 درجات لوحدها بصراحه يعني. بس احنا شفعالك خالص. شفعالي عندك. طب خلينا نشوف السؤال اللي جاي ونشوف بعد كده انت فاهم في الموضوع ده. اوكي. السؤال اللي جاي سؤال سريع، تمام؟ هقول لك اسم شخصيه مصريه نسائيه، تمام؟ وتقولي لي المنصب اللي وصلت له هذه الشخصيه. تمام؟ هقول لك الاسم وتقولي لي المنصب على طول. انا بحب ظل يفكر ويفكر، اي ما تبغتنيش. في حاجات اصلا مش يعني ما فيهاش تفكير، ده هي 1-2. رانيا علواني. اهم سباحه طبعا عندنا. تمام. منصب، مسكت منصب ايه؟ منه له. عضو مجلس اداره النادي الاهلي. دكتوره حكمه ابو زيد. لا مش عارفه. اول وزيره للشؤون الاجتماعيه في مصر. تحب اقرا لك وانت تقول؟ ايفا هابيل. خليني اقرا لك. انا هتلاقي اسامي بس على فكره. انا لا اساعدك. هتلاقي الاسامي انا بس. محتاجه اساعدك. ايفا هابيل. ايفا هابيل. خليني حتى لو مش عارفاه نعرف ان نفكر ان. طب انا عايزك تعرفني. اوكي. ايفا هابيل. ما عداش عليك الاسم ده خالص؟ قول. اول عمده مصريه. طب ايه ده؟ طب والله برافو عليه. دي في مجلس الشعب وكانت مطربه كبيره. واحد اهو. يا واحد ايه؟ همة مصطفى. مذيعه. تمام. منصب مذيعه، منصب يعني اي مديره في قناه في التلفزيون. دي 2 من 7. برافو. اعتدال ممتاز. اتفضل. اعتدال ممتاز. هل المعنى الاسم دي علاقه؟ دي في شغلانتك. اعتدال ممتاز دي اول ست تمسك رئيسه الرقابه في مصر. والله. السبعينات. مشيره خطاب. المجلس الاعلى للانثى المراه.
حاجه مرأة. وزيره الاسره. وزيره الاسره. نجوى ابو النجا. انا عايزه امشي الحقيقه. خلاص فاضل اسمين وهتمشي. يا شيخ بقى. فاضل اسمين. نجوى ابو النجا. اذاعه. اكيد. ايه بقى؟ رئيسه الاذاعه. ايه بقى؟ ذات ايه؟ نقول صوت تحس ان خيار وفقوس. شباب الرياضه. مثلا. فريده النقاش. انا عايزه امشي الحقيقه. خلاص فاضل اسم. قولوا خلاص. فاضل اسم يعني ايه؟ رئيس تحرير جريده الاهالي. فايزه ابو النجا، وده اخر اسم فعلا. انا تشرفت بمعرفتك الشخصيه. فايزه ابو النجا وزيره الدوله للشؤون الخريجيه، وحنان بجد يعني. حنان ما تقولش. انت هتوحشينا بجد، ويعني واوكرانيا كسبت مواطن جديد، وبس يعني اكيد هنشوف. شوف ايه؟ اولا يعني اولا نفسي تكوني يعني عرفتي حاجه من الاسئله دي فادتك في اي معلومه. لا فادتني طبعا. دي اهم حاجه. طبعا. الحاجه الثانيه، انا يعني هيبقى ظلم ان انا احكم على شخص مصري اصلي ولا مش اصلي بمجرد 10 اسئله، بس هي كانت يعني كلك ذوق مش دي كانت حاجه بس لازم ندردش فيها مع بعض علشان كنا ندردش. عارف لو كانت القعده كده اصل دردشه احمدي، لا دردشه بس هنقعد نفتي، لكن سؤال س ج نبقى واضحين، نطلع بمعلومه وندردش بعد كده براحتنا. يا جوزوبي شرفتيني ومبسوط جدا بيكي وانا كمان. وكل سنه وانت طيب. ميرسي وانت بالصحه والسلامه.